عمليات السمنة مش بس لعلاج زيادة الوزن. في ناس كتير فاكرة إن الشخص لازم يوصل للوزن المثالي بعد عمليات السمنة عشان نسبة السكر تتحسن في الدم. الحقيقة غير كده. الحقيقة إن عمليات السمنة من الحاجات اللي بتحسن نسبة السكر في الدم في المراحل الأولى بعد العملية، وده بيرجع لأكتر من نقطة. النقطة الأولى إن عمليات السمنة بتحسن مقاومة الأنسولين جدا، وبتخلي الأنسولين يشتغل بشكل أفضل على الخلايا، وده بيحسن جدا نسبة السكر وبيقللها في الدم. النقطة الثانية إن في بعض الهرمونات الخاصة بالجهاز الهضمي بتحسن جدا نسبة السكر في الدم بعد عمليات السمنة. طبعا في عمليات كتير ممكن تتعمل لمرضى السكر، منها التكميم وتحويل المسار. عمليات التكميم ممكن تتعمل للأشخاص اللي في المراحل المبكرة من السكر، وبنلاقي نتائج كويسة جدا بعد العملية وتحسن ملحوظ في نسبة السكر في الدم. وبنميل أكتر لعمليات تحويل المسار في مرضى السكر، لأن هي أثبتت إن هي العملية الأكثر فاعلية لمرضى السكر على المدى الطويل بعد العملية. الخلاصة إن عمليات السمنة مش بس لعلاج زيادة الوزن، ولكن من الحاجات اللي بتظهر تحسن ملحوظ جدا في مرضى السكر من النوع الثاني.